السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى من قناة بيجمان. فيديو جديد بنتكلم عن شخصية كانت بتقدم فيديوهات من فترة كبيرة، كانت ماشية كويسة وزي الفل. الشخصية دي كانت بتقدم زي ما تقول محتواها اللي هو بتقدم قرآن أو يعني بتقرأ قرآن. بس الفترة دي بدأ ينزل فيديوهات يعني غريبة شوية. فالشخصية دي جايب لنا شوية فيديوهات هنتفرج عليها بيعمل ايه. الشخصية دي اسمها رمضان الطوخي. انت سمعت الاسم ده قبل كده؟ رمضان جانا وحاوي وحاوي يا لهوي يا عم كمان وحاوي إياها رحت يا شعبان إياها وحاوينا الدرجة يا رمضان وحاوي هات فلوسي. بصوا يا جماعة، الشخصية دي مبدئيا بس دايما بتطلع معاه في فيديوهاته من ضمن كام شخصية كده. هو عنده زي كرو بيطلعهم معاه على طول في الفيديوهات. فدي شخصية من الشخصيات اللي بتطلع معاه. فأنا عايزكم بس تركزوا على الشخصية دي عشان بعد كده هنتكلم عنها يعني. يا اختي حسن يلا الغفار ويا رمضان في ليالي رمضان يلا الغفار رمضان في مساك الفارس هنزف فارس يا ولاد الله 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 بنغنى عليه البهريرو ونغنى عليه البهريرو. يا عم خلاص، انت مالكش حل، انت رهيب، انت ملك الترندات على مستوى كوكب الارض. سيبني بقى. بصوا يا جدعان، زي ما سمعتوا كده في آخر الفيديو بيقول ايه. هو الفيديو كله على بعضه بيغني فيه، ده مبدئيا كده ماشي. تاني حاجة، الفيديو كله معمول زي ما انتوا سمعتوا كده في الآخر ترندات، فعشان بعد كده الكلام اللي هقوله ما يبقاش أنا بس ايه بتبلع عليه ولا حاجة. بس هو زي ما هو قال ترندات، هو الغرض ان هو بيعمل فيديوهات دي ان هو يطلع ترند بس يعني. بص، انت لو هتعمل محتوى ديني او هتقدم محتوى يفيد الناس، فانت مبيبقاش غرضك الرئيسي انك انت تجيب مشاهدات، وانك غرضك الرئيسي انك انت تطلع ترند والكلام ده كله. طلعت وفرحت ده زي الفل، ماشي يعني قشطه بس ما يبقاش غرضك الرئيسي ده، لان انت انسان المفروض مؤثر. انت وصلت ما شاء الله دلوقتي مواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك، فيسبوك، انستا والكلام ده كله، واصل ملايين ما شاء الله، يعني يعتبر مؤثر. فكونك انت تعمل حاجه زي دي وبعدين تطلع للناس بحاجة تانية زي ما هوريكم كمان شوية، فده ما ينفعش كمؤثر لأن الناس هتقلدك، لأن في كمان أطفال كتير بتشوفك، فاهم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. صدق الله العظيم. زي ما انتوا شايفين كده، يعني مبدئيا الفيديو ده انا جايبه من على صفحته عشان بس ايه ما تقولوش ان انا جايبه من على حد مركب حاجه ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين فوق كاتب ايه، انت شحات ازاي يا ابني وبتاع. الفيديو ده اصلا كان تقريبا ليه فيديو كمال اللي هو كان جاي يشحت وكده، فقرأ قرآن وكده يعني. بس مبدئيا انت كقارئ قرآن وكمقدم محتوى والمفروض انفلونسر يعني مؤثر، ما ينفعش تكذب. انت فاهم ده مبدئيا، لان الشخصيه دي انت بتطلع معاك في كل الفيديوهات، فانت ازاي بتشحت ايه من صباح الفل. وهوريكم كمان فيديو بيتكلم برضو بنفس الطريقه دي، اللي هو بيخلي الشخص اللي بيجي يقرا يحطه في موقف مش موقفه، او بيديله شخصيه مش شخصيته، بحيث انها تجذب الانتباه المشاهد اللي هيشوف الفيديوهات. فبحيث ان لو هنلاحظ ان اغلب الناس اللي بتتابعه مش عارفاه اصلا، هي بتبقى معظم المشاهدات اللي بيجيبها ونص الناس الجمهور اللي بيشوفه بيبقى ناس جديده بتشوف عنوان زي ده، هو ما يعرفوش الشخصيه دي، لان هو لو متابعينه هيعرفوا الشخصيه دي. زي ما انت شفت قبل كده، هو صاحبه اصلا وبيطلع معاه في فيديوهات كتير. فانت ازاي بتقول ان هو شحات وهو مش شحات يعني؟ يعني ما ينفعش تكذب يعني. ده سيبناه لناس تانية. فدي اول حاجه بتعملها، انك انت لما تعايز مشاهدات او عايز تطلع ترند، بيبقى هو ده الضريبه، انك انت بتكذب. بتلاقي الدوافع بتاعتك والاخلاقيات بتاعتك بدات تروح. اولهم الكذب، والكذب ده اوسخ حاجه. ما ينفعش انت لو حتى بتكذب في حياتك الطبيعيه، ما ينفعش تطلع قدام الناس وتكذب.
انت فاهم؟ ده يعتبر يعني مش عايز اقول جهر بالمعصيه، بس اللي هو إيه، ربنا ستر دي مثلا في الحياه العمليه بينك وبين الناس ماشي، لكن وهو غلط برضو، بس ما تطلعش قدام الناس وتعلمهم الكذب. اطفال مثلا بتشوفك او حد بيشوفك، لما يشوفك بتعمل كده، هو الهدف كويس انك انت تسمع الناس قرآن وما اعرفش ايه، بس مينفعش. احنا عارفين غرضك في الاول انك تطلع ترند، مش غرضك تسمع الناس قرآن وتسمع الناس اصوات حلوه. فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللهم ارحم أطفالنا، اللهم ارحم المستضعفين وإخواتنا في فلسطين. أنا عهدي على ديني، على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا بدينهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. بصوا يا جماعة، ده برضو لو تلاحظوا هتلاقوا ايه، نفس الفكرة بتاعت الفيديو اللي فات ونفس الشخصية بتاعت الفيديو اللي فات. انا بس يعني ايه، حبيت اجيب الفيديوهات دي بنفس الشخصية لانه عامل الفكرة دي مع اكتر من حد من اللي بيطلعوا معاه، بس عشان الخص الموضوع واقول يعني اللي انا عايز اقوله، عشان مش عايز ارجع على الفاضي والفيديو يطول على الفاضي. بس فزي ما انتم شايفين برضو كاتب فوق شاب فلسطيني اقتحم التصوير وابهرني برد فعله، وهو برضو صاحبي ولا شاب فلسطيني ولا نيلة، فاهم؟ بس فالموضوع ايه، الموضوع زي ما انتم شايفين ده كذب، وكذب كقارئ قرآن وكمقدم محتوى المفروض مشهور زي ده يعني حاجة مش حاجة كبيرة، دي حاجة وسخة يعني، المفروض انت متعملهاش، فاهم؟ دي اول حاجة من الحاجات اللي تخلي الناس تتكلم عنه. رمضان برضو فترة من الفترات كان بيقرأ هو لوحده، يعني في بداية فيديوهاته خالص. أنا كنت بسمعه زمان بصراحة لأن صوته كان حلو ما شاء الله يعني. الفيديوهات اللي كان بيقدمها لوحده، وساعات كان بيطلع معاه ناس، بس كان بيبقى حقيقي يعني. لكن مع الوقت وبعد ما اشتهر شوية حسيت إن هو بدأ يبقى مزيف شوية، وبدأ يبقى يدلس حاجات كتير ويكذب، وده مش حلو زي ما قلت لكم. بدأ برضو يطلع معاه بنات الأول، اللي هو تسمعينا صوتك ومش عارف ايه، ده حلو زي الفل. بس انك انت تطلع في فيديوهات زي ما هنشوف بعد كده بيطلع معاهم يقعد جنبهم ويقرأ قرآن ويقول أناشيد مش عارف ايه ويطبل، بس زي ما هنشوف دلوقتي الفيديو ده. بصوا كده معايا. نجرش زي ما انتوا شايفين كده يعني. حاسس الموضوع فيه حاجة غلط، صح؟ يعني انت لما تتفرج على فيديو زي ده المفروض انتوا بتقولوا اناشيد او بتقرأوا قرآن، ايا كان بقى المحتوى اللي هتعملوه. في حاجة غلط لما راجل وست يبقوا قاعدين على ترابيزة واحدة وزي ما انتوا شايفين حتى مش قاعدين بيقولوا اناشيد وساكتين بيطبلوا، فاهم؟ فبغض النظر ان الطبل والرق والشغلانه دي كلها مش قصتنا، وانا مش احسن حد يتكلم في الحاجه دي، بس حبيت اتكلم عن الموضوع ده لان دي نبذه بسيطه عن فيديوهاته. او انا لما فتحت يعني صفحاته سواء على تيك توك او على الفيسبوك، لقيت ان معظم المحتوى كده، وفي حاجات اوحش من كده. بس المفروض انت يعني كتالي قرآن او كواحد تبقى مؤثر زي ده، ما ينفعش يبقى نوع محتواك كده يعني. على قد ما تقدر تبقى متحفظ عن كده شويه، فاهم؟ انت كمان يعني قراءتك مش صحيحه، ده على حسب قول ناس كتير، وهوريكم شيخ دلوقتي هو اللي بيقول الكلام ده، مش انا اللي بقول. وقال فرعون ذروني
نزلت فيديو عندي من كام يوم كده انتقاد لقراءة واحد من المشاهير، فتفاجأت بكم الرسائل اللي جات لي ان ايه هو الغلط في القراءة اصلا. يعني الناس مش عارفة ايه الغلط في القراءة، وعلشان كده جاء في ذهني ان انا اعمل الفيديو بغض النظر عن مين القارئ، يعني بغض النظر مين القارئ ده اصلا او مين المقلد ليه، لكن ابين الاخطاء في القراءة. وقال فرعون ذروني. هنا هو قال وقال فرعون، والصحيح ان هي فرعون. الراء في القرآن لما بتكون مكسورة بتيجي مرققة. طيب لو جت ساكنة بتاخد حكم الحرف اللي قبليها، يعني لو اللي قبلها حرف مكسور فتكون هي مرققة. فهنا فرعون الفاء هنا مكسورة، وبالتالي فالصحيح بتاعها وقال فرعون. يقتل موسى وليدعو ربه. هنا لو انت حضرتك لاحظت معايا هتلاقيه ان هو قال وليدعو ربه، فجاب حرف الف بعد الباء. ولو دخلت في المصحف هتلاقي ان الباء بعدها على طول حرف الهاء، وبالتالي فالصحيح وليدعو ربه. إني أخاف أن يبدل دينكم. نفس المشكلة تاني، إني أخاف أن يبدل دينكم، بعد الكاف الميم مباشرة، بالتالي هي مضمومة. إني أخاف أن يبدل دينكم فقط لا غير. مش معنى إن أنا حابب إن أنا أقرأ بمقام أو إن أنا أقرأ بتجويد إن أنا أجيب حروف مش موجودة. يعني لو جينا نسمع للقراءات المجودة للمشايخ الكبار هتلاقيهم بيقرأوا بقراءة منضبطة 100%، وفي نفس الوقت برضه بيديك النغمة أو المقام اللي أنت عايزه واللي أنت عايزه كله بتلاقيه، لكن بدون تحريف في القرآن. يظهر في الأرض الفساد. هنا برضو لو حضرتك لاحظت هتلاقيه قال أو أن يظهر. يظهر هي الضاء مش من حروف القلقلة، هو الصحيح بتاعها أو أن يظهر. يظهر. قال موسى إني عذت بربي. تاني برضو هنا هو وقع في نفس الخطأ. هنا برضو هو قلقل الذال، قال عذت، والصح بتاعها عذت. وإن يك كاذبا فعليه كذبه. هنا برضو وإن يك كاذبا فعليه كذبه، برضو هنا خطأ وحرف مش موجود أصلا في القرآن جابه. هي الصحيح بتاعها فعليه كذبه. ردت إلينا. شوف هنا هو بيقول ردت إلينا، جايب واو بعد الراء. لو انت رحت في القرآن مش هتلاقي حرف واو أصلا موجود، فالضمة شيء والواو شيء تاني خالص. فالصح بتاعها هذه بضاعتنا ردت إلينا. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. لو ركزنا هنا هتلاقيه جايب بعد الواو حرف ألف، قال ونحفظ أخانا. طبعا هو مش بيقولها كده بالظبط، يعني انت لو عدت المقطع تاني هتفهم انا بقول ايه. فهو جايب حرف ألف بعد الواو، والصحيح ان احنا بنقول ونحفظ أخانا، مفيش حرف بين الواو والنون أصلا. طبعا هو هنا حرف ازاي طلع منه سين، يعني لو ركزت قوي هتلاقيه بيقول ونزداد، هو الصحيح ونزداد. كيل بعير ذلك كيل. هنا بقى المشكلة الأخيرة معاه مسألة اختلاس النفس. هو أنا دلوقتي مثلا بقرأ أهو، هو بيقول هذه بضاعتنا ويسكت. لو هو قال بضاعتنا مثلا ووقف أيا كان، حتى المعنى ممكن مثلا ما يبقاش صحيح مثلا أو ما يبقاش مكتمل قوي، وده بيخالف فيه القراء المشهورين يعني، لكن سلمنا إن هو خلاص نفسك ما جابكش، فالصح إن أنا بقف عند الآية وأسكن الحرف. لكن فكرة إن أنا أقول ذلك أروح فتح الحرف وواقف من نفس ومكمل، فأنا كده خالفت القواعد النحوية أصلا، لأن الحرف أنت لما بتقف عليه بتسكنه ما بتجيبش التشكيل بتاعه. فاختلاس النفس ده برضو شيء خطأ في القراءة. وعلى فكرة هي الفكرة أصلا في القراءات دي مش في التقليد، يعني غالب المقلدين بيغلطوا، لأن القراءة الأصلية سواء كانت وقال فرعون للشيخ خالد ربنا يبارك فيه ويحفظه، او القراءه بتاعت هذه بضاعتنا للشيخ محمود، الفكره كلها ان القراءتين الاصليين هم اللي فيهم الاشكال اصلا، وعلى كده بيجي الشباب بقى يقلد. فالفكره ان انت لازم تاخد بالك، لا سيما لما تكون في الصلاه، لان احكام القراءه في الصلاه بتكون اشد تحرزا من القراءه العاديه او الفيديوهات العاديه. ده رأي الشيخ وده كلامه، وراجل صاحب علم، ومش شيخ يعني، ده واحد من الشيوخ اللي شفت لهم برضو فيديوهات بينتقدوا في قراءة رمضان وكده. فبس انا مش طالع يعني هجمه ولا حاجه والله، بس تبقى مؤثر وتبقى بالحاجه دي. وكمان في حاجه، في رساله اتبعتت لي قبل ما اصور الفيديو ده، بس ما اعرفش مش الكلام ده صح ولا غلط. قال لي ان هو بيفتح لايفات وهو بيصلي بالناس في التراويح وكده، ودي يعني لو ده صح في دي ربنا يهديه، بس دي هتبقى اكبر مصيبه يعني يكون بيعملها واحد زي ده، لان انت كده تبقى اسمك انت بتتاجر بالدين، والمتاجره بالدين دي ذنبها كبير عند ربنا. فاهم؟ مفيش مانع انك انت
مثلا لو عندك علم، لو انت دارس دين او حاجه، تطلع تقول خطب تتقاضى اجرها، او تصلي بالناس وتتقاضى اجره. بس ما تعملش كده، ما تصورش للناس الكلام اللي انت بتعمله ده، فاهم؟ بس ربنا يهديه. انا مش طالع انتقد والله ولا اي حاجه برضو، طالع بس انصحه كاخ يعني كبير وليه يعني، فاهم؟ لو شاف الفيديو ده سواء دلوقتي او بعد سنين، او ما شافوش، او حد من اللي بيشوفه وشاف الفيديو ده، تبقى انت فاهم بتتعامل مع انهي نوعية من الفيديوهات، او انت بتتعامل مع انهي واحد بيقدم فيديوهات كويس يعني، فاهم؟ هو بيرمي على ايه. ربنا يهديه في الاول وفي الاخر. ومش هنختلف ان هو صوته حلو وصوته ما شاء الله كويس، بس موضوع القراءة وموضوع الفيديوهات اللي بيقدمها، وموضوع اللايفات اللي انا سمعت عنه برضو ده، عشان انا برضو معيش حجة بالكلام ده، فمش هقدر اجزم ان هو ايه، ان هو بيعمل كده. بس ده كان الفيديو النهارده. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، واعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبس. يا رب تنجحوا، ونتقابل في فيديو جديد.